الفنانة المسيحية الوحيدة اللي اتدفنت في البقيع في المدينة المنورة. أنا شيماء خميس ودي حكاية عن ماشي. الفنانة منى داغر مسيحية من أصول لبنانية، اتولدت في بيروت في لبنان في 23 نوفمبر سنة 1923. اسمها الحقيقي إيلين داغر، واللي ناس كتير ما تعرفوش إنها البنت الكبيرة للمنتجة آسيا، وهاجرت مع والدتها مصر بعد وفاة والدها، وهناك آسيا عملت شركة إنتاج سينمائي سمتها لوتس فيلم. المهم إن إيلين عشقت التمثيل وحبت تدخل الفن، والقريبين منها نصحوها إنها تغير اسمها لمنى عشان يعني يبقى قريب من الجمهور، وكانت بتقبل ادوار الشر اللي بيرفضها كل بنات جيلها عشان تفضل تشتغل. وفي سنة 1944 مثلت اول فيلم ليها، وسنة 1954 اعتزلت التمثيل بعد ما شاركت تقريبا في 20 فيلم عشان لقت ان ادوارها متشابهة وما عندهاش جديد تقدمه، وده عشان المخرجين حصروها في دور البنت الشريرة خطفت الرجالة. بعد كده سنة 1955 اتجوزت منى من راجل القانون الشهير علي منصور، وده كان مسلم، وفضلت تراقبه تقريبا 6 شهور. هتتوقعوا طبعا ان انا هقول لكم انها لقت بلاوي، لكن المفاجأة انها ما لقتش منه غير كل خير سواء ليها او للي حواليها، ولقيته ملتزم دينيا جدا، فقررت تدخل الاسلام وفعلا اعلنت اسلامها. ولما موسم الحج قرب قررت تروح تحج، ووقتها كانت حامل، واثناء المناسك خلفت بنت وسمتها فاطمة الزهراء انتسابا لبنت النبي صلى الله عليه وسلم. ورجعت مصر وخلفت بعد كده 3 بنات، وما بطلتش صوم وصلاة وزكاة وحج. مش بس كده، دي كمان حاولت تتخلص من كل ذنوبها عشان تقابل ربنا نظيفة تماما. فتعمل ايه بقى؟ قررت تحرق كل افلامها اللي مثلت فيها، بس والدتها آسيا رفضت بشدة، وفي مرة قالت انها بتحلم وبتدعي وبتقسم على ربنا سبحانه وتعالى انها تدفن في البقيع في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. فسبحان الله ربنا يستجيب لها، وفي 6 يونيو سنة 2000 تتوفى منى داغر وعمرها 77 سنة، وتدفن في البقيع اثناء زيارتها للمدينة المنورة، ويصلي عليها في المسجد النبوي الشريف اكتر من 50,000 مصلي. وبكده تكون اول ممثلة مسيحية تدفن في البقيع في المدينة المنورة. ربنا يرحمها ويغفر لها ويسامحها، فنانة جميلة فضلت الآخرة على الدنيا.